وجميع مؤسسات الدولة، واشكر السيد اللواء الدكتور فوزي وجميع السادة الزملاء في الحملة وجميع السادة الحضور. النهارده حضراتكم انا عايز اتكلم عن حرب الشائعات. حرب الشائعات. حرب الشائعات دي ممكن تهدم افخم واعتى الامم. افخم واعتى الامم. عندنا دلوقتي صفحات التواصل الاجتماعي بتلاقي فيها الشائعات دايما متردده كلها، بتيجي كلها في وقت واحد. يجي الخونه كلهم ياخدوا اوردر واحد، تلاقي البوستات كلها نازله على الفيسبوك في صفحات التواصل الاجتماعي كلها في وقت واحد بتقول حاجه محدده ضد الدوله او ضد السيد الرئيس او ضد مؤسسات الدوله او ضد احد الساده المسؤولين. عايزين نبصر نفسنا ونبصر ابنائنا بخطوره الفيسبوك على المجتمع. الفيسبوك هو اللي نجح نكسه 25 يناير. الفيسبوك هو اللي نجح نكسه 25 يناير. الفيسبوك ده لو كان موجود قبل حرب 73 والابطال بتوعنا ابطال حرب 73 كانوا بيجهزوا لازاله خط برليف بالخراطيم، كان زمان الفيسبوك ده خلاه مسخره وكان هبط عزيمه القوات المسلحه المصريه. الفيسبوك ده لو كان موجود ايام 73 تمام كانوا هيتريقوا على ان احنا بنجهز بنزيل الجبال وخط برليف المناهج بالخراطيم. يسوا على كده بقى كل حاجه. يسوا على كده كل حاجه. اولا لما تيجي تبص على الفيسبوك تقرا خبر، اولا بصفتك العامه، يعني انا من خلال خبرتي 32 سنه في الشرطه اتعلمت حاجه، ان انا اما اجي احكم على حاجه ما احكمش على اخر مشهد. واحد قتل مراته عشان خاطر 2 جنيه، واحد بيضرب واحد ما اعرفش عشان ايه، ما تحكمش على اخر مشهد. اعرف الصوره كامله، اعرف تفاصيل ايه الموضوع عشان انت يبقى حكمك صح، عشان ما تحكمش على واحد مخلص غلط وتبرأ واحد مسلم على الاقل يعني كمان. تيجي على الفيسبوك لما تيجي تقرا بوست على الفيسبوك، اولا لازم تسال نفسك سؤال. لازم تسال نفسك سؤال. اللي شايره ده مصدر ثقه بالنسبه لك ولا لا؟ واللي شايره دوت شايره وهو شاف الحاجه بعينيه وتحقق منها، ولا شايرها عن غيره وفي الاخر تلاقي مصدرها تل ابيب، مصدرها CIA في امريكا. وعندهم جامعه تل ابيب الاسلاميه بيعملوا دين جديد على مزاجهم وبينشروا بوستات دينيه، وتلاقي واحد يعني انا قبل كده واحد نشر بيبعت لي بوست ديني. دايما انا لما اجي انشر بوست ديني او ابعت رساله دينيه براجعها مع احد المسؤولين في دار الافتاء او في مشيخه الازهر. فهو بعت لي حد بعت لي بوست ديني، راجعته مع دكتور في الازهر قال لي البوست ده محرف دينيا. شوف وصلوا ليه؟ طبعا احنا عندنا النزعه الدينيه دي اول ما حكى البوست ديني تقوم بعته على طول. محرف دينيا مجرد التشكيك في الدين وهكذا، يعني قيس على كده كل حاجه. يبقى لما تيجي تقرا حاجه على الفيسبوك او تشوف حاجه على الفيسبوك، شوف الاول انت هتنقلها عن مين، واللي انت ناقلها عنه ده هو شافها بعينيه وتاكد منها ولا لا، وتتاكد من مصدر المعلومه. ولما تيجي تحكم على حاجه تحكم على الموضوع من اوله لاخره، لازم تكون عارف في كل تفاصيله. يعني الساده القومات اللي احنا استمعنا اليهم قبليه دلوقتي انا اتعلمت منهم حاجات ما كنتش اعرفها، بصرت بيها. ليه؟ دايما الواحد بيتطلع للمعرفه عشان يبقى حكمه دايما يبقى صادق. تيجي مثلا تلاقي على الفيسبوك تلاقي حد مشير هي المدام راحت حمام وجايه صوره عسكري حاطط تعالى هنا والناس كلها عماله تشير الصوره، الناس كلها عماله تشير الصوره زي كده. ادي الصوره اهي. الناس عماله تشير الصوره اهي. طب ادي الصوره اهي. مفيش عسكري اصلا. اقعد عندك. الصوره كامله اهي. لما شفت الصوره كامله حكمت ايه؟ عرفت ان انت اتغفلت. ادي مثلا صوره اهي. شنطه اللواء اللي جنبك. حاطه البياده في ايديها، ما فيهاش عسكري اصلا. الصوره ما فيهاش عسكري. شوف الشغل. الصوره الثانيه زي كده، البلد بتغرق والسيول والامطار والحكومه مقصره. وتلاقي كله عمال يشير الصوره، كله عمال يشير الصوره. ادي الصوره اهي. عربيه لعبه بتشرب ميه. دايس عليها. عربيه لعبه بتشرب ميه. واحد تاني تلاقيه مشير لك بيقوم من فوق
جبل، تيجي تبص الصوره ايه؟ مفيش جبل اصلا، ارض مسطحه، بس هو مصور الصوره وجايبها من زاويه ثانيه. عايز اقول يعني اما تكون انت بتقرا كويس وتعرف كويس وتدرك بالموضوع كويس هيبقى حكمك صح. ادي مثلا الصور دي برضه كلها انا جايبها من السنه الزملاء وجايبها من على النت.